بسم الله الرحمن الرحيم. طاسة على النار فيها مكعب زبدة مع معلقة زيت صغيرة، بصلاية كبيرة متقطعة حلقات، مقطعة مكعبات، مع شوية ملح، مع شوية فلفل أسمر، مع شوية كمون. نقلب البصلة لحد ما تدبل معانا خالص. أحلى أكلة تتعمل النهاردة. كان معايا ورك فرخة، خليته من العظم بتاعه ورك واحد. لو عندك صدر ينفع، عندك فراخ بيتة تنفع. سقطيها مع البصل هتستوي، ونسيبها لحد ما تستوي. تمام كده. طبق خارجي بقى هنقل الفراخ ده فيه، وفي نفس الطاسة على النار برضو احط مكعب صغير من الزبدة مع شوية بسيطة من الزيت، وانزل على الكلام ده بمعلقة دقيق. اقلب الدقيق لحد ما يستوي، وانزل عليهم بنص لتر من اللبن، واضيف عليهم بالظبط كده نص لتر من اللبن، ومع التقليب عشان الدقيق اللي احنا عملناه ما يكلكعش معانا، ويبقى صوص خفيف جدا بس روعة، طعمه حكاية. هظبط الملح بتاعي مع بشرة من جوز الطيب، بشرة بسيطة. نقلب لحد ما الصوص ده يتقل معايا، يغلي ويتقل معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. معايا بطاطس، مقطع بطاطساية نصين ومقورها من النص ومديها نص قلية. يعني البطاطس دي مقورها من النص ومديها نص قلية. اسقطها فين؟ في الصوص الابيض بتاعي معايا، مع رشة من الكزبرة والشبت، وانزل بالفراخ اللي انا سويتها، احشي البطاطس بيها او املى فراغات البطاطس بيها بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده. طريقة سهلة وسريعة، وبتاخدي أكلة ممتازة وروعة، وطعمها خطير بصراحة. نرش رشة موزاريلا كده عليه، ونسيبها دقيقتين تلاتة على النار، لأن البطاطس مستوية والفراخ مستوية. دقيقتين تلاتة بس على النار كده، وهنزل بيهم في الفرن تحت الشواية لمدة دقيقة كمان. هيطلع لنا بالجمال والروعة اللي حضراتكم شايفينها دي. أكلة جميلة خفيفة لذيذة سريعة مغذية بصراحة. شوف الجمال، شوف الروعة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.